الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات من كتاب رياض الصالحين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال بعد الشهادتين، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فابتدأ بالصلاة على وقتها. ولك أن تتمعن في قوله الصلاة على وقتها حتى تعلم يا عبد الله أنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، أو أن تخترع لك أوقاتا غير الأوقات التي وقتها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تجعل المنبه على وقت معين بعد صلاة الفجر، أو إذا غربت الشمس فتصلي العصر، إلى غير ذلك مما يفعله الكثير من الناس. تريد أحب الأعمال إلى الله، صل الصلاة في وقتها، صل الصلاة في وقتها، لا تؤخر الصلاة. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة في وقتها وتتساهل بها. بعض الناس ربما يتعذر ببعض الأعذار: عندي عمل، عندي شغل، عندي بيع والشراء. هذا ليس بعذر. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجبه. قال: فأجبه. فالصلاة على وقتها من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، فلا بد لك أن تنضبط في أوقات الصلوات، ولا ينبغي لك ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فربما صليتها في وقت لا يقبل منك هذا الوقت، لأنه وقت ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.